لا، ما هو انا مش هاخد الخازوق وبعد ما اخد الخازوق ده كله انا ما اطلعش احكي عنه ولا اتكلم على كميه الخوازيق اللي انا بعتها السنه دي في اول جوله من الفانتزي بريمير ليج. فخلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، او نقول بونجو صلى الله بيكم في حلقه جديده من ملعب المو، وسلسله انا كنت متحمس ليها بقالي فتره، وسلسله خلاص انا قررت ان انا هعملها. اي نعم، انا مش في الفانتزي اللي هو جامد قوي ولا اللي هو فاهم انت، مش الجامد قوي ولا ضعيف قوي، بس حبيت ان انا اطلع اشارك معاكم اذا كانت التشكيله الاساسيه كل جوله بعمل ايه، عدد البوينتس اللي انا بجيبها، واعرض معاكم كل حاجه من خوازيق للعيبه انقذتني لقرارات عملتها صح وقرارات عملتها غلط. كل ده اعرضه معاكم على مدار سلاسل من حلقات الفانتسي بريمير ليج. خلينا نتكلم عن اول جوله وعملت ايه في اول جوله. بس قبل ما نتكلم، يا ريت لو انت مش عامل سبسكرايب تنزل تعمل لنا سبسكرايب دلوقتي وتحط لنا لايك على الفيديو دوت. عايزين نشوف اكبر عدد من اللايكات على الفيديو ده، وتقول لنا في الكومنتس انتوا جبتوا كام نقطه في اول جوله وكنتم مكابتنين مين وكل الكلام ده. خلينا نتكلم عن تشكيلتي في الاول. خلينا نبدا بحراسه المرمى. انا واحد من ضمن الناس مش بحب اصرف فلوس كتير في حراسه المرمى، فكنت جايب اندرسون عشان اوفر فلوس. من ضمن الحاجات اللي انا بركز عليها هو نص الملعب وخط الهجوم، لان دول هم اللي بيكون فيهم اللعيبه اللي بتجيب جوال وبتعمل اسيست، اللي بيكون فيهم بوينت كتير عامه. فانا في الدفاع كنت مشتري هال من نيوكاسل، وكوانسا اللي خرب بيتي كوانسا من ليفربول، وبيرن من نيوكاسل، وجافارديول هو المدافع السوبر اللي كان معايا. وطول ما الدفاع في الحنين فاكيد ان نص الملعب هو اللي فيه اسعار. يعني انا معايا في نص الملعب معايا صلاح ومعايا بالمر ومعايا ايزي اللي مش هيفعل. في خط الهجوم انا بلعب ب 4-3-3، ودوت اللي مش في ناس كتير بتلعب ب 4-3-3. في ناس بتلعب بثلاثه في الدفاع وفي ناس بتلعب بخمسه في نص الملعب، لكن انا عشان اوزن الدنيا من حيث الفلوس وكده فبلعب 4-3-3. في الهجوم انا معايا ايزاك، كده كده ايزاك مع ناس كتير قوي في اللعبه، هو اعلى نسبه ملكيه في اللعبه. وبيجي من بعده معايا برضو في خط الهجوم هالاند، والتالت اللي الله يخرب بيته جواو بيدرو. تعال نتكلم عن اول خازوق واللي هو كان يوم الجمعه، وكان اول ماتش والبدايه الفعليه للبريمير ليج في ماتش ليفربول. انا كنت مشتري كوانسا عشان خاطر كوانسا من ضمن اللعيبه اللي سعرها كويس، واللعيبه تطلع بكلين شيت عشان خاطر الليفر وكده، والماتش كان سهل. فانا كنت جايب كوانسا ان هو يقدر يضمن لي الدنيا. واللي يغيظني ان ليفربول خرج بكلين شيت، بس كوانسا ما اتحسبلوش الكلين شيت. ليه؟ عشان خاطر المدرب شايف ان فكري معاه كوانسا، فانا لازما اعرض فكري هرضيه. فاروح عامل ايه؟ اروح مبدل اللاعب في الدقيقه 46، فبالتالي طول ما هو ما كملش لغايه 60 دقيقه مش بيتحسب له الكلين شيت. فضيع مني الكلين شيت بتاع كوانسا، ولبست اول خازوق وكوانسا جايب لي نقطه واحده. وبعد الخازوق اللي خدته من كوانسا وان كوانسا جاب لي نقطه، كنت مفكر ان هي خوازيق خلاص تنتهي على كده، وان كوانسا اصلا خرج عشان المدرب خرجه عشان كانوا بيلعبوا على الكرات الطوليه وكده، هو كانت نقطه ضعف وبتاع. فده كل ده ما يشغلنيش، وبنسبه كبيره اصلا كوانسا ممكن ما يكونش يلعب وابراهيم كوناتي اللي يلعب، فانا ممكن اغير كوانسا، بس هنتكلم عن ده في الاخر. رحت للخازوق الثاني وهو جواو بيدرو وماتش برايتون، وجواو بيدرو اللي ما عملش اي حاجه في الماتش وطلع لي ب 2 بوينتس. فجواو بيدرو جايب لي نقطتين وكوانسا نقطه، فاصبح عندي لاعبين جايبين 3 نقط، فدوت كان مأزم الدنيا معايا جامد. لكن اللي نقصني في الجوله ديت هو محمد صلاح، لان انا محمد صلاح كنت مكابتنه فجايب لي 28 نقطه. فانا دول لما كنت مكابتن محمد صلاح، وعلى اخر لحظه لاجل حظي ان انا كنت اصلا مكابتن هالاند، وبعد كده قلت لا خلاص انا هرجع كابتن صلاح، وكابتن صلاح قبل ما الجوله تبدا بيوم. فصلاح محقق لي 28 نقطه. ونرجع لخط الدفاع تاني، هال وبيرن الاثنين كل واحد كان جايب لي 5 نقط، فالتمام كان الدنيا معقوله شويه. طب بعد كده ما يجي ماتش كريستال بالاس ونكتشف ان اندرسون بالع لي جونين، وانه طالع لي بنقطتين برضو، وطلع مسيره النقطتين ما خلصتش لسه. وبعد كده ايزي اللي ما عملش اي 60 نيله برضو وجاب لي نقطتين. فخلاص بقى كان عندي الامل اللي انا ايه، الناس اللي هي السوبر يعني هالاند بالمر وجافارديول. بما اني اتكلمت على الهجوم وهالاند، فانا كنت ناسي ايزاك اللي كان في ناس كتير مكابتنه ايزاك، واللي هي بلعت من ايزاك بمعنى صح، لان ايزاك ما عملش غير اسيست بس. فايزاك كان جايب لي 5 نقط برده، كان زيه يعني زي لعيبه نيوكاسل كلها كانت جايبه لي 15 نقطه. هالاند جاب لي 7 نقط لانه جاب جول. وبالمر اللي انا كنت مشتريه قام عامل امل كبير عليه، وبالمر انا كنت حاطه في دماغي من قبل اصلا ما افكر في التشكيله كلها ولا اعرف سعره كام. وبالمر طلع نزيف النقطتين ما بيخلص، وبالمر برضو جاب لي نقطتين. اصبح بالمر وايزي وعندي هندرسون وجواو بيدرو
يعني وغير بقى الكوانسا جاب لي نقطه واحده، فانا طلع واخد كميه خوازيق وبلع كميه بلع اللي هو مش طبيعي. وجانب جه كان يطبطب عليا بمعنى صح كده، وهو جفارديول اللي جاب لي 6 نقط، واللي هو بيقول لي ايه، خد مشي نفسك بيهم. والجوله ما كانتش ظابطه معايا، وانا من ضمن الناس المتسرعه اللي عايزه تغير لعيبه، بس انا مستني لان في تحديث السنه دي اللي انت كل ما تجمع 5 جولات ما تبدلش. احنا عارفين ان بيبقى ليك تبديل واحد في الجوله، كل ما تبدل 5 جولات ما تبدلش. لو انت ممكن تبدلهم مره واحده مع بعض، تبدل 5 تبديلات من غير ما انت تاخد ماينس. فانا اصلا كنت عايز احكم اول ما شفت كوانسا واللي حصل والمدرب خرجه وكده، فكنت عايز اغير كوانسا واخرجه بره التشكيل، ممكن اجيب مكانه مزراوي او اجيب دانك. فلغايه دلوقتي مش مستقر، بس كوانسا بنسبه كبيره هيكون خارج التشكيله بتاعتي. جواو بيدرو مش عارف، لو فضل برضه هسيبه ماتشين تاني، لو فضل كده همشيه ايزي، لو مش مستواه والدنيا بتاعته اللي احنا متعودين عليها ممكن امشيه. اللي انا ممكن الدنيا تخرب معاه والتشكيله ممكن اغيرها بنسبه 180 درجه، اللي انا شقلب موازينها كلها. بس في الاخر انا طلعت ب 65 نقطه، اللي هو بعد كل حاجه بقى التوتال بتاع النقط 65 نقطه. ده ما كانتش البدايه اللي كانت في دماغي، يعني انا كنت بقول انا يوم ما اجيب في الثمانينات انا بوصل ليفل اعلى من كده، بس عادي دي بدايه سيزون ولسه ما حدش يعرف حاجه. لسه في جولات وهنسخن بعد كده، وهشوف مين اللعيبه اللي ممكن تكمل معايا ومين اللي ممكن ما تكملش. وبس كده نكون وصلنا لنهايه الجوله الاولى وتشكيله الرصاصه اللي انا بلعب بيها، واللعيبه اللي خزوقتني واللعيبه اللي وقفت في صفي واللي هم انقذوني. وانتوا برضه قولوا لنا مين اللعيبه اللي عملت معاكم الغلط، وقولوا لنا جبتوا كام نقطه. واللي معاه اكواد دوريات سيب لي اكواد دوريات في الكومنتات، وانا ان شاء الله هحاول ان انا ابقى جوين معاكم. بس كده، هنشوفكم الحلقه الجايه، دمتم بخير.